نتفقوا كامل انه البنيون هو ألذ حلوى جزائرية نقدروا كامل نديروها، وهي رمز من رموز الطفولة وحلوة العيد أيضا. كامل يبغوها صغار كبار كامل، يعني رجال ونساء كامل نتفقوا على حب البنيون. يقدر يكون بنيون اقتصادي ويقدر يكون بنيون مكلف، ولكن كامل لذيذ. اليوم شاركتكم حلوة البنيون على طريقتي الخاصة، وأيضا نخدم بها طلبيات بزاف بنينة وتقطع كمية ما شاء الله. يعني هنا درت نصف الكمية ودرت 3 أنواع. درت كما كنتوا تشوفوا معايا القلب تاع ديامون وهذيك الوردة، هذو يجوا محشيين، ودرت السامبل، وأيضا درت شكل للأطفال. يعني ما نساوهمش أنه العيد فرحة وفرحتهم هما أكثر، وفرحتنا احنا كي يشوفوهم هما فرحانين، والعائله ملمومه على ميده واحده. الله يلم شمل كامل العائلات يا رب ويبارك فيكم. تبعوا معايا الفيديو للاخير، وصفه بزاف شابه. ما تنساوش تخلوا لي رايكم في اسفل التعليقات، واللي ما هيش مابونيه معايا نقول لك شكي تستناي، كاين بزاف وصفات شابين راهم جايين وكاين اللي راهم في القناه. ديري ابوني ولايك وتبعوا معايا الفيديو. على بركه الله جبت هذيك التشفينه تاعي، حطيت فيها كميه من الكوكيز المرحي. كوكيز بذوق الشوكولا. نعرفوا بلي الكوكيز بزاف بنين، الوغ ايماجيني كوكيز مرحي ونديروه في البنيون تاع الشوكولا. شوفوا صدقوني يا البنات راح يزيد بنه على بنه. دائما نقاردي كميه نرحيها نخليها للبنيون او نخليها للطلبيات، الوغ يعطي واحد البنه بزاف بنينه. كي تكوني تاكلي في ذاك البنيون هكا تحسي ان يغو. كم حطيت كميه من الكوكيز مرحي كنت محضراتهم قبل، ايضا كميه من البسكوي بالقو تاع الفاني. راكو شايفين اللون تاعو ابيض بالقو تاع الفاني. مام حتى الناس اللي راهم يديروا في الحلوى تاع العيد ويتكسر لهم شويه الصابلي قارديوه، يعني ما تروحوش ترموا اي حاجه تتكسر لكم، قارديوها وخطبوا بها البنيون. هذا هو القانون تاع امي. كميه من الكوكيز، كميه من البسكوي بالذوق الفاني، معاهم كميه من الكنافه محمصه كما كتشوفي معايا، قيس كاس هكذاك بتعطيني داك التكرميش الشباب. وايضا كميه شويه قليله من الفايتين كانت عندي، يعني مام اذا ما كانتش عندي كنت راح نكتفي بالكنافه محمصه بزاف عليا. وايضا زدت عليه كاس تاع مكسرات محمصين ومرحيين، لازم دائما تحمصوهم. انا حمصتهم هنا شويه بيوضه محمصين ومرحيين، وزدتهم الخليط كوسوسوا كاوكاو محمص ومرحي او لوز محمص ومرحي. انت واش كان عندك. لازم تخلطوا كامل هذوك المكونات مليح، وتزيدوا لهم ملعقه حتى ملعقتين هكذاك تاع كاكاو بني، يعني الكاكاو يكون بني ماشي اسود. يزيد لنا نصف البنه وراح ينقص لنا من هذيك الحلاوه تاع الشوكولا والشوكولا اتاختيني. ونجيب الليان نقص فيه. يعني انا هذه مانيش راح نعجنها كامل، راح نعجن نصها، لاني كنا نعجنها كامل راح دير لي كميه بزاف كبيره. هذه طريقتي انا، ما نعجنش هنا البنيون كامل، نقص الكميه ونعجن. ودوك تشوفوا معايا الكميه انا درت نصف الكميه عجنتها، وغير هذا النصف تاع الكميه دارت لي كميه ما شاء الله، يعني قدتني ووفتني. دوك تشوفوا معايا الفيديو في الاخير تشوفوا خدمت بها شعر من موديل. ونحكم شوكولا اتاختيني نكون حطيتها على بان ماغي، ولا المهم تكون دافيه شويه باه تطلق روحها. اذا جمعته بالشوكولا اتاختيني وهي بارده راح تكونسومو الشوكولا اتاختيني كثر. يعني اسي تدفوا هذيك الشوكولا اتاختيني، دفوها شوكولاته تاع الطلي، دفوها وتجمعوا بها. انا هنا كنت زدت لها ملعقه من كريمه البندق باه تولي عندي هذيك الشوكولا منكهه كثر، يعني بيعطيني النغيغو بزاف شباب. وخلطها مع هذيك الشوكولا اتاختيني وبديت نجمع. وشفتوا معايا الشوكولا اتاختيني تاعي راهي ليكيد، يعني كنت دفيتها هنا تعاوني بان نجمع العجينه وما نكونسوميش بزاف شوكولا. هذه هي جمعتها، وكي مور ما تجمعوها غطوها ديريكتومون بفيلم اليمونتير ولا بساشي، ولا ما تخلوهاش للهواء راح تنشف وتيبس لكم. الوغ كيما شفتوا معايا خليت العجينه تاعي شويه طريه، ما نشفتهاش، انه كنت نشفيها راح تبدا تتفتت. كي تولي تخدمي فيها تبدا تتفتت، مام كي تروحي تكلاصي تبدا تتفتت لك. الوغ خلوا العجينه شويه طريه. هنا كي تكونوا تحلوا في العجينه عاونوا روحتكم بالكوبات او باي غلاقه تاع بواط مونجي تكون مربعه مستطيله عادي. المهم خلوا هذيك العجينه تكون شويه طالعه، يعني يكون عندها سمك شويه عالي باه كي تقطعي الحبه يعني تجي شويه مرفوده. ما حاجه هذا موش صاب اللي راح تجي الحبه رقيقه، نون تجي شويه طالعه كيما كتشوفي معايا في الفيديو بالذات. طبعتهم كملتهم ودرت هذوك القوالب الكيوت تاع ميكي ماوس زعمها،
وايضا درت هذوك مدورين يجو سامبل، حاجه كلاسيك، حاجه بزاف شابه. وهذوك تاع الميكي ماوس للاطفال لوليداتنا ان شاء الله، الله يفرحهم ان شاء الله ويبارك لنا فيهم. ايضا نكمل نطبعهم كامل، نحطهم في سنيمه ونخليهم شويه ينشفوا، ولا حطهم في الفريجيدير يشدوا شويه روحديهم. كي تروحوا تقلاصوهم تجبدوهم من الفريجيدير، خلوهم ياخذوا حراره المطبخ باه تقلاصوهم، ما تقلاصوهمش مباشره من الثلاجه. اذا قلاصيتوهم مباشره بعد ما تخرجوهم من الثلاجه راح تتشقق لكم، ولا القلاصاج ما راحش يجيكم هذاك الشباب. كي تحطوهم في الفريجيدير تجبدوهم شويه يبردوا يولوا بحراره المطبخ، وقلاصوا الحبيبات تاعكم وزينوهم كيما تحب. هنا راح نعطيكم ألذ خليط تاع شوكولا تقدروا تستعملوه، يجيكم بزاف بنين، ماشي حلو هذاك اللي يقهم. وحتى اللون تاع الشوكولا راح يجيكم بزاف شباب راقي، ما راحش يجي اسود غامق، وما راحش يجي هذاك كلير فاتح. الوغ تبعي معايا، هنا ديت 100 غرام تاع شوكولا سوداء، 100 غرام فقط. وايضا 100 غرام تاع شوكولا بنيه، شوكولا بالحليب. ضفت لهم 150 ولا 100 هكذاك تاع شوكولا بندق، هذيك البرومو تاع النوازات، وكسرتهم كامل وحطيتهم في هذاك لو بول. وضفت عليهم ملعقتين تاع زيت. حنا نضيفوا لكل 100 غرام تاع شوكولا نضيفوا تقابلها ملعقه تاع زيت. انا عندي هنايا 100 وهذيك 100 وشي، يعني ضفت ملعقتين فقط. المية الثالثة ما ضفتلهاش ملعقة، بعد ما تذوب نشوف الشوكولا تاعي اذا راهي جاريه، او اذا باسكو اذا جريناها نولو كي نقلاصو الحبه يجي كلار هذاك الكلاصاج، يعني يطيح، ما الحبه تاع الشوكولا ما تكونش روحها. الوغ ما تروحوش ديروا كميه الزيت كامل قبل ما تذوبوها، ديروا مثلا النصف، وبعد ما تذوب اذا شفتوا الشوكولا تاعكم ثقيله بزاف بزاف زيدوا كملوا كميه الزيت تاعكم. الوغ هنا كنت طبعتهم كامل وحطيتهم في سنيوه وخليتهم يريحوا دو كوتي. ونروحوا للموديل دوزيام اللي موديل بزاف شباب. حكمت المول تاع السيليكون تاع هذاك الكور ديامون، نطليه بالبانسو. يعني هنا راح ندير الكوش الاولى تاع الشوكولا، ديما نخدموا مغرف تاع قهوه صغيره وبانسو. راح ندير الطبقه الاولى تاع الشوكولا ونحطو يجمد، نحطو في الكونجيلاتور ولا في الفريجيدير. بعدها نعاود نخرجو ونشوف هذوك لي ديفو، نشوف وين مانيش، وين راني دايره جهه كلير، نشوف وين راني ناسيه. وقت دائما تصيبوا هكا بلايص ترونسبارون في هذاك المول، تعاودوا تديروا ايضا الطبقه الثانيه وتخلوه يبرد. وكنصيحه دائما بعد ما تعمروا المول تاعكم كامل، يعني هذاك الحواف كما شفتوني في الفيديو، سيو دائما تنقوا هذوك الحواف باه كي تروحوا تنزعوا الحبه تاع الكاطو تاعكم تاع الحلوى من المول تجي متحوفه، يعني ما يجوش فيها هذوك الحواف هكا خارجين، ولا تروحي تنقيها تتكسر لك. يعني هنا ما تحتاجيش حتى تنقيها، كي تكوني منقيه المول تاعك قبل ما تحتاجيش با تنقي الحبه تاع الحلوى تاعك بعد ما تكوني كملتيها، بعد ما ديموليها. اذا هنا بعد ما كنت درت الطبقه الثانيه تاع الشوكولا وسييت نقيت هذوك الحواف كما شفتوني، جبت الكراميل او توفيا، نتوما واش كان عندكم. انا هنا كان عندي كراميل كنت حضرته من قبل. عمرت هذوك القلوبه بالكراميل ودرت فيهم، كسرت في كل واحد كما شفتوا معايا قطع تاع الجوز، جوز شويه محمص او لوز، نتوما واش كان عندكم. دائما نقول لكم مام اذا ما كان عندكم لا جوز لا لوز ديروا كاوكاو محمص. كاوكاو محمص مع الكراميل يا البنات شحال بنين، والله غير بزاف بنين. ديروا كاوكاو محمص، ديروا في هذوك القلوبه، وبعدها جيبوا هذيك العجينه تاع البنيون اللي كنا خدمناها غلقوا بها كامل هذاك القلب. كي تكوني تحطي في العجينه تاع البنيون على هذيك الكراميل حطي غير بالعقل، يعني ما تحطيش ضربه واحده، لانه نعرفوا الكراميل شويه سونسيبل، يعني بنخاف يخرج لك، ولا حطوا غير بشويه بشويه حتى تتعمر الحبه تاع القلب تاعك. وما ديريهاش بومبي، يعني سي ديريها بلان. اخيرا راح نغطوا هذه القلوبه بالشوكولا، يعني نحتاجوهم يجوا بلان، ما يجوش بومبي، بنفس الطريقه اللي راني خادمه بها في الفيديو بالتفصيل. وايضا كان عندي هذا المول تاع الورده، يجوا كويرات بصح على شكل ورده، ايضا خدمت به نفس الشيء. درت طبقتين تاع شوكولا، شويه كراميل وشويه جوز، ونغلق بالطبقه تاع العجينه تاع البنيون، وايضا نغلقه بالشوكولا، ومن بعد نديمو ليه معاكم.
كان نصيحه كي تحبوا تنزعوا الحبات تاع الحلوى تاعكم من المول تاع السيليكون، ما تقلقوش عليهم، يعني ماشي مباشره نديريه في كونجيلاتور تمتم دقيقه زوج وتعاودي تجبديه وتروحي لا، عطيه وقت قيس ما يجمد هذيك الشوكولاته تحكم روحها، وحتى الحشو الدخلاني يبرد يشد روحه، يعني عطيه وقت 10 دقائق 20 دقيقه كي شغل راكي طيبيه في الفور، بصح فور تاع كونجيلاتور ماشي تاع فور تاع سخون، فور بارد ماشي فور سخون. هذه هي، خلوه يشد روحه كي تجو ديموليوه يجيكم فاسيلمون. ديجا شفتوا معايا في الفيديو اي حبه كامل تنزعوا بسهوله، يعني عطيتهم الوقت باه جمدوا، ما تقلقتش عليهم، اذا تقلقتوا عليهم راح يتكسروا لكم. وايضا الناس اللي يشكيو انهم يتكسروا لهم يكونوا داروا الزيت بالزياده، يعني ديباساو لا ليميت تاع الزيت، الوغ الشوكولا تولي سونسيبل، تولي بالخف تتكسر. واما بالنسبه لهذوك الاشكال كنت جبتهم من الفريجيدار، خليتهم دفاو شويه وبديت نقلاسي فيهم. هذوك تاع الاطفال يعني ديكوريتهم على حسب معرفتي. وهذوك مدورين نو حاجه كلاسيك، يعني قلاسيتهم درت لهم خطوط تاع شوكولا هكذا وشويه كريات هكا هذوك اللي قرمشوا. هذا مكان تزيين بسيط كلاسيكي، والبنه روعه والله، زعما ماشي راني نشكر في الوصفه بصح حتى الناس اللي مضاري تدي عليا يعني بزاف يعجبهم. الوغ هنا شوفوا لي داك الزين، بسم الله ما شاء الله، يعني كوسوا تاع وليداتنا خرجوا بزاف شابين، كوسوا هذوك المدورين خرجوا روعه، وايضا هذوك تاع المول تاع السيليكون خرجوا سينيما، يعني كامل الانواع. وشفتوا معايا خدمت نصف الكميه، يعني راني نحكي على البنيتات، ما تروحوش مباشره تعجنوا كامل الكميه يا بناتي، يا بناتي خدموا بالنصف، روحوا غير حبه حبه، ما تروحوش كامل تعجنوها ومن بعد تحصل في راسكم ما تصيبي كيفاش ديري. خدموا بالنصف، اذا احتجتوا نورمال عادي، يعني ما هوش حاجه صعيبه، عاودي عجني النصف الثاني. هذه هي. وشوفوا شحال قطعت لي، يعني قطعت لي كميه ما شاء الله. الوغ في الاخير راني قسمت معاكم حبه، يعني باش تشوفوا باللي الشوكولا جات بزاف شابه، جات طريه ماشي هذيك اليابسه، والحشو من الداخل معلك بهذاك كراميل وهذاك الحشو تاع البنيون، يعني وصفه رائعه، قارديوها عندكم او ديري ابوني ولايك باه كل ما تتوضري في البنيون اروحي عند كوكيتا وديري البنيون تاع كوكيتا وادعي لي. دوك بقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم، صحه صيامكم، وصحه عواشركم، عيدكم بالصحه والهنا ان شاء الله، كل عام وانتم بالف خير يا رب. ربي يبارك فيكم في الامه الاسلاميه اجمعين ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو اخر، دمتم سالمين، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.